السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لك الزاوية ركنية لمنتخب إيطاليا، هذه رأسية هدف للمنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي سجل كرة تفاجئ حارس مرمى مولدوفا، رأسية كريستانتي يسجل أول هدف ليه التمرير في العمق، فرصة تسجيل والهدف الثاني. هذه المرة كابوتو تشيتشو في أول حضور يسجل حضوره ويتمكن من الوصول لمرمى منتخب مولدوفا. تشيتشو كابوتو مناطق منتخب مولدوفا، شعراوي والهدف الثالث ستيفان شعراوي من زاوية ضيقة صعبة. الشعراوي يصل لمرمى مولدوفا، ثلاثية للطليان، تريبليتا للفريق الإيطالي. المنتخب الإيطالي يتألق حتى كرة تلعب الآن في العمق، فرصة للهدف الهدف الرابع بنيران صديقة، الهدف الرابع المولدوفي. كابوتو يستقبل وتدخل من جانب المولدوفي بوسماك يسجل هدف رابع فيها خامس والهدف الخامس عن طريق شعراوي ياخذ الكرة في الشوط الأول، يتابعها يدخل هو والكرة داخل المرمى. كرة شعراوي في البورتا يسجل ثنائية و5 أهداف لإيطاليا. انطلاقة سريعة جريفو عرضية والهدف السادس. إيطاليا تسجل السادس عن طريق بيراردي، يسجل ميمو دومينيكو يتمكن من حراس أول هدف ليه بقميص إيطاليا، أول هدف للميمو. لكن مرة تانية التحرك من جانب لوكاس دين عاملها حلوة قوي. الجرو يحتفل والجرو كان يحتفل، ولكن اللي احتفل هو ادواردو كامافينجا اللي بيسجل امامنا اول اهدافه الدولية في ثاني مشاركاته مع المنتخب الفرنسي. هو طبعا ادي امامنا التمريرة، تحرك المرة دي من جانب اوليفيه جيرو. يا ولد يا احتفال، يا اجمل احتفال لهذا النجم الكبير اللي النهارده بيحتفل بال100 مباراة ويحتفل بالهدف رقم 41 عشان يتساوى مع الاسطورة ميشيل بلاتيني اسطورة كرة القدم. كل الفريق بتاع كابتن طارق عبد الله هنا فرحة يعني 11 النجم مدافع. جنوب. ادي الكرة العرضية اللي خرجوا فيها بعد ما ضيع مارتو، ادي واحدة حسام عوار يا فاروق يسجل في الوقت المحتسب بدل ما يسجل. مش قلت لكم في ماتشات الدوري بالدقيقة 33 ده في ناس تتفرج على الوقت الضايع بس. والمنتخب الاوكراني يعاني في النقص. ثاني مرة يعني الأولى ما التمركز توقعهاش 190 و2018 وصيف في 2006 امامنا كرة هدف وياتي الهدف امامنا هنا. هدف جديد في هذه المباراة. شوف كرة الهدف لكن بنيران صديقة المدافع امامنا هنا اهو. انطلق تسينكوف 22 سنة تسينكوف اللي بينطلق يا ولد على كرة حلوة قوي. الهدف الجميل اللي جابه امامنا هنا اللاعب تسينكوف امامنا هو اللي دخل كبديل لاعب نادي دينامو كييف اللي بيسجل على فكرة هدفه الدولي الرابع. سجل في مرمى لوكسمبورغ، يعني مكانه بقى محجوز في هذا المكان وعنده اللمسة، ولسه بنحكي على توليسو عشان يسجل لنا الهدف الخامس امامنا هنا في هذه اللقطة من المباراة. يضعها توليسو عشان يسجل بالمناسبة ثاني أهدافه الدولية. لكن شوف التحرك، شوف الحلول اللي عند المنتخب الفرنسي. وادي أمامنا هنا توليسو في هذه مهارة برشاقة نجم الPSG امبابي في طريقه الهدف. عالمي امبابي بالمستوى بقى اللي تقول لي بلاتيني، تقول لي زيدان، تقول لي تيري اونري، تقول لي تريزيجيه، اقول لك امبابي هو القادر. أخذ الألماني، صارت خطيرة وصار انفراد وكرة في الجول. قائد في الوقت بدل الضائع
يتمكن دراكسلر المنتخب التركي، لاعب المنتخب التركي يتقدم. الله الله الله، هدف جميل ملعوب. يتقدم اوزان توفان ويحط الكرة، حاط لا حدمون ولا اللاعب المنتخب التركي، وجول جول. يا سعادة هذا اللاعب نوي هاوس السعيد جدا، لأن أول مباراة دولية له يؤدي المباراة جيدة. كرة ما فيه شيء فيها جول إيفيتشان كاراجا يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب التركي، وتركي تغير، ولكن كرة خطيرة والتسديدة هنا في الجول. جول ثالث في المباراة، ديميرال. راؤول خيمينيز والهدف الأول. نعم، الهدف الأول نعم من علامة الجزاء على يمين الحارس سيم كرول. المنتخب المكسيكي يسجل، المنتخب المكسيكي يتقدم ويسجل الهدف الأول بقدم اللاعب واحد مقابل الكرة الطولية والاستلام والمهارة والهدف الأول. جول الهدف الأول بدري. النادي الأهلي يعلن المشاهدين عن تقدمه بهدف أول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول. الباص جميل والاستلام روعة والمهارة موجودة في أقدامك يا مروان يا محسن. يسجل مشاهدينا هدف أول للنادي الأهلي في أول هجمة وفي أول خطورة موجودة على مرمى الحارس محمود جاد. بص البصة حلوة ازاي، بص التحرك روعة ازاي، والاستلام سين بصة حلوة جميلة. أحمد فتحي والعرضية والهدف. جول الهدف الثاني. الأهلي مع موسيماني يسجل الهدف الثاني اليوم في مرمى انبي بقدم مروان محسن في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. النادي الأهلي يضرب ضربتين في مرمى انبي في أول ربع ساعة من عمر المباراة. الأهلي حتى الآن متقدم. محمد مجدي قفشة الاستلام والمهارة والصد حلوة والمتابعة. جول الهدف الثالث للنادي الاهلي. الفهد النيجيري يسجل مشاهدينا هدف ثالث جميل في متابعه جميله بقدم جونيور اجايب في الدقيقه 80 من نهايه المباراه. الباص جميل والاستلام غير عادي، استلم كورته حلو وعدى حلو وحطها جميله بقدم النجم محمد مجدي قفشه والتألق. ارتقى وكرة الحافظي لسفيان الحافظي. جول هو الفنان، هو المرعب، هو النار، هو كل الرجاء يطير بالنسر العالمي في السماء، في سماء الفوسفات، في سماء خريبكا. من غيره هذا الحافظي؟ من هو غيره هذا القصير، هذا المكير؟ يأتي بالثاني الحافظي ورحيمي. جول لا جول هدف ثاني رجاوي، هدف ثاني رجاوي. ولتوي كنت أقول كأن الزمن يصر على أن يعيد نفسه في مباراة اليوم، زمن الفوز على أرض الفوسفات. كرة وخطيرة من السنغالي. جول لخريبكا عن طريق أداما ديوم. السنغالي مر من هنا، السنغالي عبر من هنا. أداما ديوم يا للمهارة يا كل الفريق دفاع. كابتن طارق عبد الله يعني 11 مدافع. ادي الكره العرضيه، يا فاروق يسجل في الوقت المحتسب بدل من ضيع. مش قلت لكم
مش قلت لكم في ماتشات الدوري استنوا استنوا، ده في ناس تتفرج على الوقت الضايع بس. محمد فاروق يخلصها العرضيه كلاكيت تاني مره، الاولى ما توقعهاش، الثانيه يطير عليها وبراسيه. يبقي المنافسه